يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا إن شاء الله حتكون وصفة جديدة، وصفات من وصفات الباذنجان رح نعملها سوا وإن شاء الله رح تعجبكم. تابعوا معي الفيديو. يلا نبلش طريقة العمل. لايك للفيديو ومتابعة للصفحة ليصلكم كل وصفاتي. بالبداية بهالوصفة بيلزمنا باذنجانات طوال، مغسلتهم كتير منيح، منقشرهم على شكل مقلم، منقطع الباذنجانات على شكل شرائح رقاق كتير، يعني بهالسماكة لحتى يسهل لفهم. منجيب صينية الفرن، حاطط لها ورق زبدة، دهنتها شوية زيت مشان ما يتحرك ورق الزبدة. بصفن الباذنجانات. لدهن الباذنجانات نص كوب من الزيت النباتي، شوية ملح، شوية فلفل أحمر، شوية فلفل أسود. بنحركهم، بندهن فيهم الباذنجانات قبل ما نحطهم بالفرن من 10 دقايق ل15 دقيقة ومنطلعهم. نتركهم على الطرف لحتى يبردوا. للحشوة كبابة ناعمة، ملح، شوية فلفل أحمر، شوية فلفل أسود، حبة بصلة مفرومة، فلفل أخضر، فلفل أحمر. نخلطهم كلياتهم مع بعضهم. منمدهم على الباذنجانات ومساعدة الأصابع منلفهم. متابعيني الحلوين، بتمنى تتابعوني على قناة اليوتيوب، تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك للفيديو، تابعوني على حساب الفيسبوك، على حساب التيك توك ليصلكم كل وصفاتي. لنخلص لفهم منشربهم بالصوص، منعبي الفراغات شرائح بندور. رجعت صفيتهم بهالبايركس، هذا كان كبير. للصوص بحتاج لقطعة الزبدة، نحتاج لملعقة كبيرة من المعجون الطماطم، بنحركهم مع الزبدة. لملعقة من الملح، نص ملعقة من فلفل أحمر، لربع ملعقة فلفل أسود، كاسة مي دافية. بنحركهم لتتعقد معنا. من بعد ما تتعقد معنا بنطفي تحتها، نسكبها فوق الباذنجانات وندخلها على الفرن. نسيت أعبي الفراغات بشرائح البندورة. هلأ بعد ما سكبت الصوص راح أعبي الفراغات بشرائح البندورة. بندخلها على فرن من ربع ساعة لنص ساعة. طالعتها من الفرن، مزينة بشوية بقدونس، مجهزة جنبها الرز. بنقدم جنبها الرز، ما بتتخيلوا الريحة والطعمة، طالعة كتير طيبة. بتمنى تجربوا نفس الوصفة ونفس الطريقة. هاد كان وصفتي لليوم، بتمنى إذا عجبكم الوصفة تكتبوا لي بالتعليقات كان وصفتي لليوم، تكتبوا لي تجاربكم. ما بتتخيلوا الطعمة. صحتين وعوافية.